السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله نحضروا حلوة الغراف اللي كانوا كيحضروها والدينا. شحال هذه كانت بنينه، هذه الحلوه كنت كنحماق عليها. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله. المقادير: غادي نحتاج واحد الكيس ديال الفاني، كيس ديال خميره الحلويات، واحد البيضه يكون بحراره المطبخ، وواحد القبيصه ديال الملحه، وثلاثه الكؤوس ديال الدقيق ما يعادل 500 غرام ديال الدقيق الابيض يكون ممتاز. غادي ناخذ واحد البول، غادي نحط فيه داك الدقيق ديالنا. من بعد غادي نضيفوا ليه كيس ديال خميره الحلويات. انا درت هذا الكيس هذا ما يعادل 8 غرام، وغادي نضيف هذا الكيس ديال الفاني، وغادي نضيفوا ديك القبيصه ديال الملحه، وغادي نضيفوا ديك البيضه. بالنسبه للبيضه يمكن لكم تستغناو عليها، ديروا غير 2 معالق ديال الزيت في بلاصه البيضه. دابا غادي نجمع هذا الخليط ديالنا بالماء دافي، ونخليو العجينه تكون شويه قاصحه، ما تكونش مطلوقه بزاف. من بعد ما جمعنا داك العجين ديالنا كيف ما كتلاحظوا راه خليته شويه يكون قاصح، ما يكونش خفيف بزاف بحال عجينه المسمن، لا خليوها شويه تكون قاصحه. دابا غادي ندلكوها مزيان مزيان مزيان، خاصها تدلك هاد العجينه هادي. ندلكوها مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا. انا راه عندي العجانه، ولكن ما بغيتش نخدم بالعجانه، بغيت نخدمها معكم غير بيديا، باش كاينين شي ناس الا شافوا الفيديو فيه العجانه كيعكزوا على الحاجه، ما كينوضوش يصايبوها. غير هي كتبغي شويه تدليك، يعني البنات خاصكم تدلكوها مزيان هاد العجينه هادي، وتخليوها شويه القوام ديالها يكون قاصح. دابا غادي ناخذ داك العجين من بعد ما دلكناه، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، وغادي ناخذ واحد بلاستيكه تكون بيضه تكون نقيه صافي، وغادي نحطو فيها داك العجين، وغادي نسدو عليه، وغنخليوها ترتاح لينا مزيان واحد نص ساعه على الاقل، ولا ساعه الا كان عندكم الوقت ديروها في الصباح وخليوها حتى العشيه وخدموها. من بعد ما ارتاحت لينا العجين ديالنا واحد نصف ساعه، انا خليتها غير نصف ساعه كيف ما قلت لكم. الا عندكم الوقت عجنوها الصباح وخليوها حتى العشيه وخدموها، راه كتولي مرخوفه، يعني بلا ما تحتاجوا كاع تدلكوها مزيان، تاخذوا معها واحد المجهود. وبالنسبه لداك الميكا سبحان الله بحال كتدلك ديك العجينه، كتجي واحد العجينه يعني اللي مدلوكه ورطبه. دابا غادي نبدا نشكل واحد الكويرات اللي يكونوا صغيورين. من الاحسن قد ما صغرتوا العجينه قد ما كتجيكم هذيك الحلوه زوينه وتجي مورقه. غادي نبقى نشكل بهذه الطريقه دوك الكويرات. انا راه درت غير يعني غير تقطع عشوائي. الا كان عندكم الميزان يمكن لكم تعبروا دوك الكويرات، انا درت غير عيني ميزاني، كنشكل وكنشوف الكره اللي كبيره كنقص منها شويه وكنعاود نشكل. دابا غادي ناخذ الكره الاولى اللي قطعت ونبدا نسرحها بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا معايا. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، راه غير الزيت البنات، ما ديروش الزبده، غير بالزيت صافي. تبقاو تسرحوا فيها وتسرحوا لهذوك الجناب ديالها مزيان، ترقوهم. دابا غادي ناخذ واحد السكين اللي يكون حاد، يعني يكون ماضي، وغادي نبدا نقطع بهذه الطريقه هذه. بالنسبه لهاد الطريقه راني درت فيها فيديو شويه طويل، ولكن راه تمسح ليا، راه ما عرفتش كيفاش تمسح ليا، سمحوا ليا. هانتوما غادي نبدا نهز خيط ونخالف بخيط، نهز خيط ونخالف بالخيط كيف ما كتلاحظوا معايا. كتجي غير خيوطه. هانتوما دابا خديت انا هاد الشكل هذا ديال الغراف، انا خديت غير هذا ديال القهوه غنخدم به، ودرت فيه شويه ديال الزيت، درت فيه غير ربع ديال الزيت وخليتها تسخنات. وغادي نبداو نديرو العجين ديالنا بهذه الطريقه 3 المرات، كنخشيوها ونهزو نخشيو ونهزو ونقصو البوطه حتى الاخر باش ما تحرقوش. من بعد ما طابت شوفوا اللون ديالها كيجي اللون مذهب وكتجي مشبكه، كتجي الصراحه غزاله، ولكن نقصوا عليها البوطه باش ما تخطفش لكم تحرق وما تجيكمش مقرمشه. صافي دابا هنايا ملي خديت هذاك اللون غادي تكمل الطيابيه الرابعه. غادي نعاود معكم وحده اخرى. هانتوما كيف ما كتلاحظوا بنفس الطريقه اللي تتورقوا مزيان ديك الكره ديالكم، كتقطعوها بالسكين صافي، وكتهزوها تخالفوا الخيوطه، كتهزوا خيط وكتخليو خيط في الارض، كتهزوا خيط وكتخليو خيط، يعني كتخالفوها صافي وكطيبوها. غير سمحوا لي راك مشجلها معاكم، ولكن راه تمسحت ليا ملي جيت ندير المونتاج الفيديو لقيت هذاك المقطع تمسح ليا. صافي دابا غنبقى بهذه الطريقه كنقلب فيها بداك العود ديال الشواء بحال هذا الشكل باش ما تلصقش لينا في هذاك في الجناب وما تبغيش تخرج معنا بواحد السهوله. يمكن لكم لما عندكمش بحال هذا الغرف ديال القهوه، راه غير الحك ديال المطيشه الا خوالك اختي ولا ديال الكوفيتير، خزنيه غسليه وخبيه
وخليه خاص غير بهاد الحليوه هادي، راه كتجي بنينه وكتجي زوينه، راه غزاله الصراحه في المذاق ديالها. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا من بعد ما حيدناها. شوفوا كي كتجي مشبكه وكتجي بحال الهريضه، راه كتجي بنينه البنات. اللوغو ديالها راه غزال، ونتمنىكم تجربوها لوليداتكم، راه غادي تعجبهم بزاف. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش البنات بارطاجيو اللايكات البنات. ها نتوما شوفوا اللون ديالو كيجي مذهب. دابا غادي نرش من فوق منها بشويه ديال السكر كلاصي. بهاد الطريقه هذه الحلاوه كتبقى على حسب يعني حسب ديال الذوق ديالكم. انا رشيتها غير شويه بسكر كلاصي، راه كتجي بنينه البنات. هاد الحلوه هذه كتفكرني ايامات الدراسه. كنت دائما كناخذها من باب المدرسه، كانوا كيبيعوها، كنت كناخذها. كانت الحبه كيبيعوها ديك الوقيته بدرهم. مول دابا راه كلشي غلا، الزيت غلات، كلشي غلا، يعني راه الحبه غتولي بجوج دراهم. هانتوما شوفوا الشكل ديالها كي كيجي غزال، وكتجي مذهبه، واحد اللويل اللي كيجي فيها فن، وكتجي بحال شكل الوريضه، وكتجي مقرمشه. هانتوما شوفوا البنات كي كتجي مقرمشه هي البنات. راه واحد فيها واحد التقرميشه. انا غنخلي لكم في الفيديو في الاخر تسمعوا ديك التقرميشه اللي فيها. وكتجي مجعبه، راه كتجي ناشفه البنات، راه ما كتجيش شاربه الزيت، راه كتجي واحد ناشفه نهائي، يعني ما فيهاش قطره ديال الزيت. الصراحه الا عجبكم الفيديو تاع اليوم، وانا غادي نتمنى بانه يعجبكم، لان هاد الحلوه هذه الا درتوها لوليداتكم راه غادي زعما الصراحه غادي تعجبهم بزاف، وغادي يوليو مدمنين عليها. غيوليو كل نهار يقولك ماما نوضي صايبي ليا حلوه الغراف. الا عجبك اختي الفيديو تاع اليوم ما تنسيش تبارطاجيه مع الاهل والاحباب ديالك، وما تنسيش اختي تخلي لي واحد اللايك البنات، ودوك التعاليق الزوينه اللي كتخليني نكمل معاكم. ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه اختي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي ان شاء الله. وحمسوني البنات، يلا حمسوني بزاف بالتعاليق ديالكم وباللايكات ديالكم باش نكمل معاكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه تاع اليوم اللي حضرنا، حلوه الغراف، بواحد المقادير اللي بسيطه وطريقه اللي سهله. كيف ما كتلاحظوا معايا هانتوما شوفوا تبارك الله شحال خرجت. راه خرجت لي واحد الكميه اللي كثيره، راه درت غير نص كيلو. الا عجبك اختي المحتوى ما تنسيش تبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب ديالك، وتخلي لي واحد التعاليق زوينه واللايكات البنات.